ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده هنعمل الرقاق بطريقه تخليه يطلع معاكي طري من تحت لحد فوق، وحتى الاطراف تبقى طريه وكويسه. في تكايه كده هنعملها مع بعض تخلي لك الرقاق زي ما انت شايفه كده، اللحمه في الوسط ثابته، ما عندكيش اي مشكله في ان اللحمه بتقع من الجناب او من على الحروف. طبعا دي مشكله كنا بنقع فيها كلنا. في البدايه هنحضر مع بعض العصاج. هنعصج اللحمة معايا معلقة كبيرة من الزبدة، ونبدأ نحط اللحمة تتشوح أو تاخد صدمة لحد ما لونها يتغير. طبعا اللحمة اللي معانا ديت مفيهاش دهون قوي، فالعصاج سواء فيه دهون أو مفهوش بيبقى كويس، يعني على حسب القطعية اللي انت بتقطعيها. أنا هنا معايا اللحمة مش مفيهاش دهون قوي، اللحمة فيها أكتر. بنبتدي بقى ان احنا نقلبها لحد ما تاخد صدمة كده ولونها يتغير. ونبدأ كده نفككها بالمعلقة واحنا بنقلبها علشان ما تبقاش مكلكعة معاكي. بس بعد ما لونها يتغير زي ما انتم شايفين وتنزل جزء شوية من السوائل بتاعتها او الدهون بتاعتها تبتدي تسيح، بنروح حاطين البصل، ونفضل برضو ايه نشوحها كده ونتأكد ان اللحمة معانا مش مكلكعة من السخونية او من الصدمة اللي احنا ادينا لها في البداية. كده بعد ما قعدت شويه مع البصل وفضلنا نشوح فيها شويه، نبتدي ايه نحط التوابل بتاعتها. طبعا انا بحط اللحمه بحط الملح مع اللحم في البدايه، علشان زي ما احنا عارفين العصاج بيستوي يعني اسرع من اللحمه، او احنا هنسلق لحمه او كده بنضيف لها الملح في الاخر. بس العصاج لازم تضيفي كل توابله بالملح كله مع بعضه. ضفنا ملح وفلفل ونص معلقه او ربع معلقه من القرفه، ونص معلقة من التوابل اللي هي المشكلة أو البهارات، يعني السبع بهارات. زي ما انتوا عارفين أنا مش بحب أتبل اللحمة كتير زي ما انتوا عارفين، عشان أنا بحب طعم اللحمة الطبيعي. هنا حطيت الجزر، أنا بحب أعمل معاها الجزر جدا. آه، بتبقى حلوة ومدياها كده، بتبقى اللحمة مسكرة، تبقى اللحمة طعم وانتي بتستمتعي بطعم الجزر. طعم الجزر بيديها آه، بتبقى مسكرة كده يعني. بس نبتدي بقى ايه نغطيها ونسيبها تستوي براحتها. نيجي بقى الحاجة اللي احنا هنعملها. الحاجة التانية هنجيب 3 معالق من الزبدة. هتعملي ايه ايناس؟ هنعمل بشاميل. هتعملي رقاق ولا هتعملي مكرونة بشاميل؟ هتعملي ايه بالبشاميل؟ هقول لكم في الاخر. هنجهزه بس مع بعض وفي الاخر هقول لكم هعمل بيه ايه. انا جبت 3 معالق من الزبدة كبيرة، و3 معالق من الزيت برضو كبار، و3 معالق من الدقيق. يعني كل معلقة دقيق عليها معلقة زبدة ومعلقة زيت ذرة. ونبتدي كده ايه نقلبهم لحد ما الدقيق يستوي. وبعدين انا طبعا عندي الشوربة، بحط كوباية ونص من الشوربة وبحط كوباية من اللبن. بنضيف الشوربة الأول عشان تبقى سخنة والدقيق ما يكلكعش معايا. بعد كده بنضيف بقى اللبن سواء دافي أو ساقع عادي، مخرجاه من التلاجة ما بتفرقش. أهم حاجة أول حاجة تحطيها على الدقيق تبقى سخنة، علشان الدقيق معاكي ما يكلكعش. بس هنبتدي بقى ايه نقلب، وكل ما نقلب والخليط يسخن بتجمد معايا البشاميل اللي بيجمد معايا. هنبتدي بقى نحط الملح بتاعه، نص معلقة ملح، نص معلقة فلفل، وربع معلقة من القرفة. بس هنبتدي بقى نقلبهم لحد ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه. انا مش عايزاه تقيل ولا عايزاه خفيف،
انا عايزاه وسط زي ما انتم شايفين كده. طبعا عارفين زي ما انتم عارفين ان البشاميل كل ما بيبرد كل ما بيتقل، يعني بعد ما بيتعرض للحرارة جامد بتطفي عليه، وكل ما بيبرد بيتقل. فانا عايزة اطفي عليه وهو سايل عشان ما يجمدش قوي معايا. بس هنا بعد ما حضرنا اللحمة المفرومة، هنبتدي بقى نجيب الرقاق بتاعنا ونجيب الصينية ونحضر حاجاته. طبعا انتي بتستخدمي الصينية على قد الرقاق اللي انتي مشتريه. في رقاق بيبقى كبير حجمه كبير، وفي رقاق بيبقى حجمه صغير قد الصواني اللي عندك. انا طبعا الصينية ديت مقاس 30. جيت احطها. فالاول هقول لكم ايه اللي حصل معايا. الاول بندهنها سمنة. دي سمنة بلدي، وعليها انا حاطه عليها معلقة من حبة زيت ذرة، يعني خلطهم على بعض. بعد طبعا ما دهنتها وتمام وخلاص، وقلت الرقاق على قدها وكده، فبعد ما بليته وخلاص جاية بحطه، لقيته مش مقاس الصينية. اضطريت ان انا اطلع بقى السجان اللي انا بستخدمها للفرن. السجان دي بقى بعمل فيها كل حاجة، بعمل فيها فطير، بعمل فيها قرص، بعمل فيها اي حاجة بعملها في الفرن، بعمل فيها في السجان المدورة اللي انتوا هتشوفوها دي. طبعا انا هقيس مش هلاقي نفس المقاس، فهضطر ان انا اغير الصينية، عشان انا مش بحب احط الرقاق مكسر. انا ممكن اكسره واعمله على قد الصينيه اللي عندي، وده ممكن عادي لو انت عايز تعملي كده. انا مش بحب كده، لاني بحب الرقاق يبقى قطعه على بعضه، قطعه واحده. فاضطريت ان انا اجيب السجون اللي انا بستخدمها للفرن. طبعا دي انا على طول بعد كل استخدام بنضفها وبنشفها وبشيلها. بس نبتدي بقى ايه، نبل الرقاق من الوش ومن الظهر، وما تخافيش مش هيلزق ولا حاجه، انا هقولك. وبعد ما بنحط الرقاق بنحط بندهن كده وشها سمنة بلدي علشان يبقى معاكي طري، وبرضو تدي طعم السمنة البلدي فيها تبقى روعة. هنحط 3 طبقات تحت و3 طبقات فوق. انا مش بحب اتخن عن كده، هي كده بالنسبة لي بتبقى مناسبة يعني. ندهن كويس جدا، والحروف نتوصى شوية بالحروف. بس بعد ما بنخلص ال3 طبقات بنعمل ايه؟ بنجيب بقى البشاميل بتاعنا. دور البشاميل جه بقى، بناخد البشاميل بتاعنا ونحط طبقة من البشاميل. ده اللي هيخلي اللحمة المفرومة تثبت معايا جوه جوه الرقاق. طبقة خفيفة كده، هي طبقة خفيفة بندهن الحروف وكله لحد ما احس ان خلاص الرقاق كله اتغطى بالبشاميل. وما تخافيش انك تقولي مثلا ده هيعجن معايا بعد السوا، ابدا ابدا ابدا. انتي اعملي بس الطريقة دي وتشوفي النتيجة هتبقى عاملة ازاي، هتبقى روعة. البشاميل اللي كمان بيدي طعم مع الرقاق روعة. وبنبتدي نفرد بقى اللحمة المفرومة بتاعتنا. نبتدي بقى نفرد. طبعا كل الناس اللي بتخاف تودي اللحمة لحد الحرف، طبعا مامتي الله يرحمها كانت بتعمل كده، يعني كانت بتخاف تحط اللحمة المفرومة على الحروف، علشان اول ما بتيجي تقطع بتروح مطلعة القطعة، تلاقي اللحمة وقعت من النص، فتضطر ان هي تحط في الحروف وتبعد تحط في النص وتبعد عن الحروف. هي طبعا كانت احلى حد في حياتي بيعمل لي رقاق، بس طبعا انا الفكرة دي عرفتها ريحتني كتير. يعني انا كنت الاول بعمل بطريقتها عادي وكان حلو، بس لما عرفت الطريقة ديت، وبصراحة دي طريقة اختي الصغيرة، بصراحة هي اللي قالت لي. انا كنت واقفة كده معاها مرة ولقيتها بتعمل كده، فلقيت الفكرة عجبتني فعلا. من ساعتها وانا ما بقيتش اعمل الرقاق الا بالطريقة دي، لان لما جربته فعلا لقيته جميل جدا. وده بقى حلو للناس اللي ما بتعرفش تقلب الرقاق. يعني انا في الاول قبل ما احط بشاميل او قبل ما اعمل الطريقه ديت، كنت بسويه على البوتاجاز وافضل ادور الصينيه ادور الصينيه لحد ما اللي تحت يستوي، وبعدين بغطا او مثلا بحاجه كبيره بروح قلبه
بروح قلب الرقاق على وشه، وبعد كده ايه ابتدي احمره من تحت. دي الطريقه اللي انا كنت بعمل بيها. انما دلوقتي طبعا عشان بحط بشاميل على الوش، فبضطر ان انا ادخله الفرن، ولا بقلبه يمين ولا بقلبه شمال. فبحطه على الصاجه اللي تحت، وبشغل الشوايه لو عندك شوايه، بخلي فوق هادي وتحت هادي، لان بتبقى عندك درجه الحراره عاليه فوق وتحت، بتخلي درجه الفرن حرارته عاليه. لو انت ما عندكيش شوايه، هتحطيه على الشبكه وتعلي الفرن من تحت قوي على اعلى حاجه عندك، هيتحمر وشه ويتحمر من تحت ويطلع بنفس الطريقه وبنفس الشكل. بصوا طري ازاي، كأني عاملة كده حاجة، يعني كأني عاملة حاجة طرية، مش رقاق خالص. لما انت هتدوقيه مش بيقرمش، هو بيقرمش حاجة بسيطة، بس القرمشة اللي انت تتقبليها، اللي هو ما يضايقكيش. قطعة الرقاق فعلا خارجة طرية، يعني الطفل يمسكها بكل امان، اللحمة مش تقع من ايده خالص، يعني مش هتقع من الرقاق من الجوانب، اللحمة ثابتة جوه جدا، والقوام حلو قوي قوي بتاعه، السوا بتاعه مظبوط من فوق ومن تحت. بصوا انا بوريكم اللحمه، الطبقتين لازقين في بعض، استحاله اللحمه تقع. بس ودي كانت النهارده الطريقه بتاعه الرقاق. يا رب تكون عجبتكم، ولو عجبتكم يا ريت اللايك، ما تنسوش اللايك لو عجبتكم الطريقه. جربوها وعرفوني في التعليقات، واستنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.